السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت وسلمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم من العالمين انك حميد مجيد. بسم الله على بركة الله. راه جا الصيف وجات السخانة وما نعدوش ناكلو المراقي، نعدو ناكلو غير البيتزا، ساندويتش، همبرجر، بانيني. الماكلة تاعنا تولي غير لي ساندويتش للقدام. جبت معكم هنايا بيتزا. هذه الخبز اللي دير به يصلح لكل المعجنات. للعجينه واش استعملت؟ درت زوج كيسان تاع ماء دافيين. تعطوا تستعملوا كاس تاع ماء وكاس تاع حليب. كاس تاع الماء راح يعطي لها القرمشه، وكاس تاع الحليب راح يعطي لها الطراوه. انا هنا كان ما كانش عندي الحليب درت غير الماء. درت زوج كيسان تاع ماء دافيين، زدت عليهم زوج مغارف تاع خميره، كان شويه البرد. اذا كان عندكم سخانه ديروا غير مغرف تاع خميره الخبز. زدت عليهم كاس تاع فرينه وخليتهم خمروا مع مغرفه كبيره تاع السكر. بعد ما خمروا 10 دقائق جيت هنايا نزيد لهم الفرينه، الملح، فرينه حسب لا تكستور، مغرف كبيره تاع خل، مغرف صغيره تاع ملح ولا حسب الرغبه، ونص كاس تاع زيت زيتون. تقدروا ديروا زيت صنقول عادي. درت ثاني نص باكيت تاع خميرة الحلويات، هذو كامل يعتبروا محسنات. والفرينة نقعد نزيد حتى نتحصل على عجينة تكون طرية. كلمسة إضافية أنا زدت زعترة. تقدروا تزيدوا أي إضافات كيما الزعتر، ثوم غبرة، بصلة غبرة، نعناع غبرة، ثاني كامل يجوا مع لاباتا بيتزا. خمرت العجينة تاعي المرة الأولى، من بعد كسرت لها تخمر، ومن بعد عاودت رجعت هنايا خمرتها لا دوزيام فوا، ورحت نوجد في لاصوص تاع البيتزا. درت شوية زيت وزدت عليه الطماطيش كونسيرف، قليتها هي الاولى باش ما تطلقليش الحموضه. زدت هنايا سنة ثوم ثاني قليتهم مع الطماطيش، ومن بعد زدت لهم حبات تاع طماطيش، واحد 5 ولا 6 حبات يكونوا ملاح حمرين، رحيتهم في الاشوار وزدتهم لاصوص. ما مشي بانه حمر بزاف، طيش رحيتهم مع الكزبر باش يجي يعطيني بنه هكذاك في لاصوص. زدت له فلفل عكري وفلفل حار وقليتهم مليح. من بعد زدت لهم ورقات رند وخليتهم يطيبوا على غرضهم، ما زدت لهمش الماء. من بعد جبت العجينه نتاعي هنايا، قاعده نكسر لها في التخمار مره اخرى، يعني نكسر لها التخمار مرتين حتى 3، كل ما تخدموها كل ما تجيكم خير. هنا قاعده نكسر لها وشوفوا الخيوط اللي خرجوا منها، هذا دلالة على انها عجينة راح تجيني خفيفة. شاركت معكم عدة عجينات وكل خطرة وشنا عجينة نخدم فيها، وهذه يعني صالحة وسريعة ونخدموا بها اي مملحة نحبوها. العجينة هنا درت لي 6 حبات تاع بيتزا كبار ولا 5 على حسب البلاطو تاعكم. هي ديركم حوالي 6 كبار. ندير لهم هنا هذه الحركة باش يتنفخوا لي مليح، ونحطهم يخمروا واحد 5 دقائق، ومن بعد نجي نبسطهم. انا المرسول الاخر اللي قاعد لي هنايا ما كملتوش بيتزا، درتو هكذا كريات صغار، ومن بعد حشيتهم ولحتهم في الفرن طابولي على اساس بريوش، ولكم الاختيار. نقعد نفتح فيها العجينه نتاعي، وحبيت نعطيكم ملاحظه، مثلا تكون عندكم خرجه تقدروا تطيبوا العجينه في الليل، تفتحوها هكذاك وديروها في البلاطو طيبوها نص طياب، ومن بعد الغدوه من ذاك ديروا لها غير لاصوص وديروا لها الفرomاج، وش راح نزيدوا لها حاجات تبهيها وتطيبوها تدوها معاكم. ولا تكون عندكم عرضه ثاني تقدروا ديروا هذه العجينه تحطوها طيب على فونس، ومن بعدها باش الغدوه من ذاك تعاودوا لها غير لاصوص، يعني كتحضيرات مسبقه. انا هنا فتحت لاباط تاعي رقيقه وثقبتها، ومن بعد زدت لها لاصوص اللي خدمتها معاكم، ومن بعد جيت هنا ندير لها فلفل، يعني لاباس تاع بيتزا كاري بصح شويه قلشتها. زدت لها شويه فرماج هذا تاع لي بورسيون ولا تاع اللي يجي هكذاك هذا تاع الطالي. درت له هنا الزيتون كنت مرقداته في الدار، ما كانش عندي زيتون كحل. ومن بعد ربيت لها الفرماج اللي استعملته هو تاع نابولي، والفرماج هذاك تاع الطالي هو موندور.
راني مسخنه الفرن على اعلى درجه. كي تستعملوا تاع الكوشه تجيكم خير، كي تستعملوا الفرن تاع تريسيتي شويه ما مش راح تجيكم كيما تاع الغاز. ما نكذبوش على بعضنا. نطيبوها من الفوق ومن تحت ونخرجوها. انا هنا نعاون روحي كي نحلها بهذا الحل الصغير كيما شفتوه معايا من قبل. ومن بعد نثقبها وندير لها لاصوص كيما العاده ونديرها الطيب. هنا في الحواشي تقدروا تحشوها ثاني بالفرماج تجيكم بزاف مليحه. والتزيين اختياري، واش تحبوا ديروا فيها ديروا الكفته المرقاز. انا غالبا نديرها هكذا، ندير لها شويه فرماج رابي وشويه فلفل زيتون ونلوحها الطيب والنتيجه تكون هايله. نطيبها كما قلت لكم على فرن مسخن على اعلى درجه. من الاحسن تكونوا مشعلينه من فوق ولا من تحت، من فوق ومن تحت، وسينو طيبوه من تحت ومن بعد من الفوق. انا البيتزا نتاعي كيفاش جات، ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. والى فيديو قادم ان شاء الله. سلام.